حد يعرف ايه هو هرم بنبن؟ الهرم ده حير العالم منذ آلاف السنين ومحدش قدر يحل اللغز بتاعه. الهرم ده مصنوع من الحجر الأسود، ولكن الحجر ده مش حجر عادي أبدا، لأن جميع مكوناته مش موجود على الأرض. حجر الحديد الأسود مش موجود إلا في النيازك الفضائية بس. وهنا بقى بيظهر اللغز، لأنه حجر حديدي بيصعب تشكيله أو حفره، ولكن مش صعب أبدا كسره. إزاي بقى تم تقطيعه بالدقة دي في الزوايا والانحرافات بتاعته؟ وإزاي تم صقله بالاحترافية دي؟ وكمان في نقوش دقيقة جدا على زوايا الهرم وعلى الجوانب بتاعته. والعلماء وجدوا وأثبتوا إن مفيش ولا أي آلة أو أداة قديمة أو جديدة تقدر تنحت النقوش دي إلا بأداة قطع بالليزر. نيجي بقى هنا للغز الأخير، وهو إن الحجر الأسود للنيزك الحديدي بفضل تركيبته الفريدة والغريبة بيتمتع بانتقال إيجابي للطاقة الكهرومغناطيسية في المحيط اللي موجود فيه. وبيقولك أي حد بيقترب من المحيط الموجود فيه أو بيقترب منه بيشعر تلقائيا براحة نفسية شديدة، وبيؤثر على طاقة الإنسان بطريقة إيجابية. وعلى فكرة الهرم ده معروض في المتحف المصري، يلا روحوا شوفوه كلكم.